السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الأول في الفصل الدراسي الثاني، وهنبدأ عملية التجميع ب10 واحدة إلى 10 أحاد. ده درسنا الأول. طيب هنشوف هنقدر نعمل عملية التجميع ازاي. أول حاجة بيقولي استعمل قوالب القيم المنزلية لمساعدة على الحل وبين عملي. هنشوف هو بيقولي ايه. بيقولي اوجد ناتج طرح 6 فرق 23. اول حاجة قال لي 23 وقال لي هنا 6. هبص على خانة الأحاد. هل خانة الأحاد هنا مساوية؟ لا، مش مساوية. يبقى هعمل إعادة تجميع. أول لما ألاقي إن خانة الأحاد غير مساوية بعمل إعادة التجميع. طيب هنشوف هنعمل إعادة التجميع إزاي. من الطبيعي إن أنا هعمل هنا 10 3 وبعد كده 3 وبعد كده 3 وبعد كده 1. طيب عملت كده أول 10 من 23. عشان أعمل إعادة تجميع هعمل بعد كده 5 وبعد كده هعمل 3. طيب أنا عاوز أطرح كام؟ 6. هطرح 6 يبقى هاخد 3 دول وهاخد كام تاني عليهم؟ واخد 3 دول. هيبقى لي هنا 10 وهنا 5 وهنا كام؟ بالظبط كده، وهنا 3. ليه اللي حصل ده حصل؟ انا خدت ال3 من ال6 هنا وبعد كده خدت 3 اللي هم دول. انا كنت حاطط هنا في كل خانة 5، فهنا خدت ال3 هنا وال3 هنا. خلاص دول راحوا، دول هنا راحوا، دول هنا راحوا. طبعا هنا دي مش هاخدها، فهيبقى لي 10 و5 و3 اللي هي هتساوي كام؟ 18 او 18. 18 او ايه؟ او 18. يبقى انا دلوقتي الناتج عندي هيكون 18 او 18. طيب ده دلوقتي الناتج اللي موجود عندي. وعرفنا ان انا بعمل اعادة التجميع لما بتكون خانة الأحاد مختلفة. لما بتكون خانة الأحاد مختلفة وبحول خانة أحاد واحدة لقيم أقل، واللي هي بنفترضها 5 و5. تمام، هنشوف مثال تاني. في المثال اللي أمامي بيقولي اوجد ناتج 6 فرق 34. طيب احنا اتفقنا أول لما الاقي إن أنا عندي خانة الأحاد هنا مختلفة عن خانة الأحاد هنا، هحتاج أعمل إعادة تجميع. هحتاج أعمل إعادة تجميع. يبقى خلاص القاعدة عرفناها، نعم أم لا؟ نعم، هعمل إعادة تجميع. طيب 34 والستة، هحاول دلوقتي احط 34 و6 في الخانات. عندي خانات الأحاد وخانات العشرات. في الطبيعي ان خانة الأحاد هيبقى فيها 6 والعشرات هيبقى فيها طبعا 30، وهنحط ال30 في كل كولم او كل عمود هيبقى فيه 10. لكن انا بقى لما اجي اعمل اعادة تجميع هاخد هنا العمود ده واحوله لأحاد، فهيبقى شكله كده. فهاخد عمود عشرات عمود عشرات، وفي خانة الأحاد شايفين المقارنة هنا؟ في خانة الأحاد أنا خدت 5 وبعد كده كام؟ بعد كده خدت هنا 5 1 2 3 4 5، وهنا 5 وهنا 1 2 3 4، عشان يبقى عندي 34. ولما اجي اشيل منهم ال6 فهلاقي ان انا خدت دول خلاص كده. دول كده خدتهم، وكمان خدت الاتنين دول معاهم. فهيبقى لي الناتج اللي موجود معايا، واللي هو هيبقى 28. الناتج هيبقى 8 وكام؟ و20. عرفت منين ان هما 28؟ انا عندي الخانة دي ب10 والخانة دي ب10، والخانة طبعا قلنا لما بنفكها بتبقى ب5، والخانة دي فيها 1 2 3، يعني هيبقى عندي 3.
10 و10 هيبقى عندي 20، و5 25، و3 هيبقى 28. هناخد عدد من الأمثلة دلوقتي واللي هيوضح لي الفكرة. قبل أي حاجة لما يسألني السؤال ده هل أحتاج إلى إعادة التجميع، هبص على خانات الآحاد. 8 و5 نعم هحتاج لإعادة التجميع. خانة الآحاد هنا 3 و6، يبقى هنا مش هحتاج إن أنا أعمل إعادة التجميع، لأن خانة الآحاد هنا هيبقى عندي صغيرة، وهقدر عند الآحاد هنا عندي كبيرة، هقدر أطرح منها ال3. هنا 4 و2، طبعا هحتاج أعمل إعادة التجميع لأن خانة الآحاد هنا صغيرة، مش هقدر أطرح منها إلا 4. 50 و7، وبرضو هنشوف هنقدر نعمل إعادة التجميع هنا ولا لأ. طب ناخد أول سؤال موجود معانا. 8 فرق 35، طبعا هعمل إعادة التجميع لأن أنا عندي 8 و35. طبعا لما أجي أطرح هطرح ال8، وهنا لما أجي أطرح هطرح ال3، وهنا لما أجي أطرح هطرح ال4، وهكذا ال7. طيب دلوقتي في التمثيل أنا همثل إيه؟ همثل العدد الأكبر، بمثل العدد الأكبر. يعني هنا همثل 35. طيب لما أجي أمثل 35، إيه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان انا همثل عشرات وعشرات وبعد كده 8. يعني 30 ادي اول كده انا عندي 3، وهنا 4، يبقى كده عندي 7. 1 2 3 ادي اول 10. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ادي تاني 10. اما تالت 10 هاخدها خمسات. 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2، وبعد كده هاخد الخمسة بتاعتي الأخيرة. 1 2 3 1 2. طيب أنا عاوز أطرح ال8، يبقى أنا هاخد دلوقتي أنهي، هاخد ال3 دول. هاخد أنهي ال3 دول، تمام. وبعد كده هطرح، أنا عاوز أطرح 8، هاخد 3 دول. طيب وخدت الاتنين دول كده 5، وبعد كده هاخد كام تاني؟ هاخد كمان 3. طيب هنشوف البقالي كام. البقالي هنا 10 طبعا، وبقالي هنا 10، وبقالي هنا 5، وبقالي هنا 2. يبقى الناتج بتاعي هيبقى 10 و10 20، 5 25، و2 هيبقى 27، و2 هيبقى 27. وانا بمشي بالعملية دي، بمشي بالعملية دي. طب هنشوف المثال التاني اللي مش هعمل فيه إعادة التجميع. هنا مش هحتاج أعمل إعادة تجميع. دلوقتي أنا عندي هنا ال40، أدي 10 و10، وعندي هنا كمان 10، وعندي هنا 6. يبقى كل عمود من دول بيمثل 10 10 10 و6. طيب انا هحتاج كام؟ هحتاج 3. يبقى كل اللي انا هعمله ان انا هاخد ال3 اللي موجودين هنا دول كده هشيلهم. هيبقى لي كام هنا؟ هيبقى لي 10 و10 و10، هيبقى عندي هنا كده 30. 10 و10 و10 30. وهنا من ال6 دول انا شلت ال3، يبقى لي كام؟ 3. يبقى انا عندي هنا كام؟ طبعا انا عندي فينا عمود ناقص، المفروض يبقى عندي، انا عندي 4 عواميد. طبعا انا خدت ال3 دول بس، ب10 و10 و10 ادي كده 40، وخدت 3 من هنا اتبقى 3، يبقى الباقي عندي 43. يبقى انا هيبقى عندي الباقي 43، وطبعا مش هحتاج اعمل عملية اعادة التجميع، هيبقى لا. طيب بالنسبة للناس اللي عندها اي سؤال تبعتلي على التليجرام، وبالنسبة للدروس الاونلاين برضو يبعتولي على التليجرام. شكرا ليكم جدا على طيب المتابعة. اي اسئلة لازم اركز الاول اعادة التجميع، بشوف الرقم هل ينفع اعمل اعادة التجميع ولا لا. طبعا لو اصغر في خانة الاحاد هعمل اعادة التجميع، بمثل العدد الكبير وبطرح منه العدد الصغير، بمثل عدد كبير وبطرح منه العدد الصغير. شكرا لكم جدا على طيب المتابعة.